في تاريخ الشرق الأوسط المليء بالأسرار، تبقى بعض الطوائف مدفونة في الظلام، تنتظر من يكشفها. إنها طائفة موحدين الدروز، الجماعة التي أتقنت فن البقاء على قيد الحياة بالغدر والتقية. ظهرت هذه الطائفة في بدايات القرن ال11 الميلادي في زمن الدولة الفاطمية على يد رجل يدعى محمد بن إسماعيل الدرزي، الذي بدأ الدعوة سرا ثم أعلنها، وادعى أن الحاكم بأمر الله هو إله متجسد. منذ ذلك الحين تبنت الطائفة عقيدة سرية لا يعرف تفاصيلها إلا شيوخهم، بينما يعيش أتباعهم على مبدأ التقية، إظهار ما لا يبطنون وتبديل الأقنعة حسب الظروف. وداؤهم الأول والأخير ليس لدين أو وطن، بل لمصالح الطائفة، حتى لو كان الثمن خيانة الأوطان. لا يصلون، لا يصومون رمضان، لا يحجون، لا يملكون مساجد، دينهم مغلق، لا يسمح بدخول أحد من خارجه، ومن يخرج منهم يعتبر خائنا. يسمون أنفسهم الموحدون، لكن التوحيد الذي يؤمنون به لا يشبه توحيد الإسلام، بل منظومة باطنية منفصلة تماما عن أي دين سماوي. عبر التاريخ تحالفوا مع الغزاة والمحتلين ضد المسلمين في زمن الحروب الصليبية وحملات إبراهيم باشا، وخلال الانتداب الفرنسي وقفوا في صف المعتدي. أما بعد نكبة فلسطين عام 1948 فقد شكلوا أوضح تحالف لهم مع الكيان الصهيوني. كانوا أول طائفة غير يهودية تفرض عليها الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، فقبلوا بها بفخر. أصبحوا جنودا في جيش إسرائيل وحراسا لحدوده، وسلاحا موجها ضد الفلسطينيين. في المقابل حصلوا على امتيازات ومناصب، وأثبتوا أن ولاءهم لمن يضمن لهم البقاء ولو كان عدوا. وفي سوريا ظلوا ينظرون إلى جبل العرب كإمارة منفصلة، ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011 أعلنوا الحياد علنا، لكن في الخفاء شكلوا ميليشيات مسلحة لحماية مناطقهم، لا لدعم الشعب أو الدفاع عن الوطن. استغلوا ضعف الدولة وعززوا سيطرتهم على السويداء التي تحولت إلى دويلة داخل الدولة، ترفض الانصياع لأي سلطة مركزية وتعمل وفق مشروع انفصالي قديم. ثم جاءت اللحظة الحاسمة بعد سقوط النظام السابق ودخول قوات المعارضة بقيادة أحمد الشرع إلى دمشق. استقبلوهم بالترحاب الشكلي ومارسوا تقيتهم لإظهار دعمهم للتغيير، لكن ما إن تغيرت موازين القوى حتى كشفوا نواياهم. رفضوا تسليم أسلحتهم وأعلنوا أن أمن مناطقهم خط أحمر، وطالبوا بحكم ذاتي كامل. كرروا سيناريو الغدر ذاته، خيانة الحليف وطعن الظهر والسعي لتقسيم الوطن بدعم خفي من حليفهم الأزلي في تل أبيب. هم ليسوا مجرد طائفة، بل طائفة وظيفية، أداة تستخدم لتمزيق المنطقة ونشر الفتنة وزرع الشك في كل مشروع وحدوي. تاريخهم سلسلة خيانات، وحاضرهم تحالف مع العدو، ومستقبلهم مرهون بمشروع يستهدف قلب العروبة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الإعجاب.